My condolences بستخدمها في التعزية، يعني لو واحد مات له شخص فأنت بتعزيه بتقول له My condolences. الكلمة دي بتحتوي على 4 أصوات متحركة وبالتالي تكون مكونة من 4 مقاطع صوتية، بيبقى في فاصل ما بين كل مقطعين صوتيين متتاليين بالشكل ده. هعلمك تحط الفاصل ده امتى بعد كده، بس خلينا في نطق الكلمة. بعد ما بتقسم الكلمة لمقاطع صوتية بتبدأ تتدرب على نطق كل مقطع صوتي لوحده كأنه كلمة لوحدها. أول مقطع صوتي بيحتوي على صوت متحرك اسمه شوا، لما بيجي في نص الكلمة بتنطقه ازاي؟ بتقول ايه وبتضيفه للساكن اللي قبله اللي هو الكي، فتقول كي وبعد كده تلغي الوقت خالص. كان ملوش اي وقت. كان. تاني مقطع بيحتوي على صوت متحرك اسمه long o، وده بينطق بنفس نطق حرف ال o. o بتضيفه للساكن اللي قبله اللي هو الدي فتقول do، يبقى نطق المقطعين كندو. تالت مقطع بيحتوي على الشوا، لما بتيجي في نص الكلمة بتقول ايه وتضيفها للساكن اللي قبلها فتقول ليه وبعد كده تلغي الوقت. لن. يبقى اول 3 مقاطع كندولن. رابع مقطع صوتي بيحتوي على صوت متحرك اسمه short I، وده عامل زي كسرة بسيطة كده بتقول says، فيبقى نطق الكلمة condolences. 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 My condolences. ادعمنا بلايك وشير، ولو عندك اي سؤال اكتبه في كومنت وانا هجاوبك عليه. ادخل على موقعنا perfectioncourses.com واتفرج على محاضرة مجانية مدتها ساعة بنوريك فيها تطبيق عملي للخطوات اللي لو عملتها هتتكلم انجليزي بطلاقة وبلهجة امريكية سليمة في 3 شهور بس.